بصوا احنا اكيد كلنا فاكرين التبديل ده لما فينيسيوس خرج قدام برشلونة في الكلاسيكو. قدام برشلونة. وتشابي الونسو بدله لان ما كانش احسن حاجة. فتشابي الونسو بدله تبديل عادي. انما بقى فينيسيوس قعد يبرطم ويزعق ويعمل وده اللي ادى الى ان تشابي الونسو يسيب الريال ويمشي. وده اكبر غلطة شفناها من ادارة ريال مدريد الموسم ده. في حاجة تانية بجد عايز اتكلم عليها قدام فينيسيوس. هو بقى الحاجة اللي عايز اتكلم عليها دي ديمبلي ده في ماتش اللي فات قدام البايرن في نص نهائي دوري ابطال. ماتش صعب جدا، ماتش مهم. خرجوا من الدقيقة 60 لأن ديمبلي، يعني ديمبلي كان جاب جون، بس ديمبلي خلاص يعني لويس انريكي عايز ينزل بمدافع عايز يدافع ويلعب على المرتدات. تمام، فهو هينزل مدافع بين ديمبلي. شوف لما ديمبلي خرج عامل ازاي. ده شكل ان ديمبلي خارج يسلم على مدربه عادي خالص، مفيش اي مشكلة ما بينهم. فده فرق العقلية ما بين ديمبلي وفينيسيوس. يا باشا انت ديمبلي واخد كرة زي الموسم اللي فات ودوري ابطال واحسن لاعب في العالم السنة دي كمان ممكن ياخدها. ما عنديش مانع. تقول لي فينيسيوس لاعب ومش لاعب وعالمي ومش عالمي، يا باشا لما فينيسيوس يكون في فورمته مفيش حد يقف قدامه، لا جناح يقف قدامه ولا لاعب عليه، ولا ظهير ولا مدافع ولا اي حد يقف قدام فينيسيوس. لان فينيسيوس هيعدي منه ومحدش يلعب على فينيسيوس في الماتش من الآخر لما يكون في فورمته. وده باينه من موسمين لما كان أفضل لاعب في العالم ما خدش الكرة الذهبية. يا عم العب وحد ده أحسن عشان تاخد الكرة الذهبية. لا أنت تراجعت واتعملت. ديمبلي خد كرة ذهبية والسنة دي كمان ممكن ياخد الكرة الذهبية. فدي فرق عقلية ما بين فينيسيوس وديمبلي. وسلام.